ايه اسوأ من ان نتفليكس تعمل لك مسلسل اسمه موعد مع الماضي قصته مسروقة من فيلم اجنبي لبطل من ابطال الخارقين بتوع مارفل؟ لا وكمان بيقولوا لك احنا بنستعر من القاهرة الكبرى كلها وتقريبا من معظم شوارع مصر، ومش هنطلع لك ولا مشهد خارجي لان شوارعكم ما ينفعش تطلع في التلفزيون الحقيقة. مش بس كده، ده انت هتلاقي نفسك بتتفرج على عبثيات للكتابة والاخراج تخليك قاعد مش مترجم هو اللي انا شايفه ده بجد. طب هو احنا حبوب للقاع يا اخوانا؟ احترموا ذكائنا شوية عن كده. دي المراجعة الاولى والاخيرة لمسلسل موعد مع الماضي بعد ما اتفرجت عليه كله. هحكي لك الحكاية دي ملهاش غير سكة واحدة، وأحسن لك تمشي عنها. قصة مسلسل موعد مع الماضي بدون حرق الأحداث، القصة نفسها هي قصة انتقام. واحد بيدخل السجن بعد سنين طويلة قوي بيخرج ينتقم من اللي سجنوه ومن اللي كانوا سبب في ظلمه. ولكن في الحقيقة لو تفتكر معايا فيلم ذا بونشر، الأول فيلم نزل من مارفل عن شخصية ذا بونشر اللي كان في جون ترافولتا، هتلاقي إن الشخصية دي وإن الفيلم ده اتحول مسلسل اسمه موعد مع الماضي، لدرجة كمان إن لبس شخصية آسر ياسين شبيه جدا بلبس الشخصية في فيلم ذا بونشر الأجنبي. ولكن دي مش مشكلتي فعلا مع القصة، لأن احنا ممكن نقتبس أيا كان إيه من أيا كان مين في العالم، ولكن مشكلتي في كتابة القصة نفسها. المفروض ان بطل العمل وهو آسر ياسين بيدخل السجن وهو 18-19 سنة مثلا، بيخرج من السجن بطل من ابطال الهاكينج في العالم، يقدر يدخل على اي سيستم مهما كان صعب وفظيع ان اي حد يقتحمه، ويقدر يهكر السيستم ده لدرجة انه يقدر يتجسس على التليفونات من بعد. وطبعا لانهم بيعاملونا كحبوب لقاح، انا كحباية لقاح مستوى ذكائي جاب سؤال واحد: هو اتعلم الهاكينج ده فين وهو بقاله 15 سنة في السجن؟ وفي الحقيقة هم ردوا عليا في المسلسل. المفروض ان شخصية محمد ثروت بتسأل آسر ياسين في المسلسل: هو انت ما نسيتش اللي انت بتعمله على الكمبيوتر ده طول ال 15 سنة؟ رد عليه قال له: لا اكيد نسيت طبعا، بس انا كنت بمرن نفسي في السجن. فلاش باك: آسر ياسين قاعد وهو صغير في السجن فاتح كتب بيتعلم منها الهاكينج. افتكرتني؟ انا قلت برضه طول 15 سنة. 15 سنة وصورتين ما بيفرقونيش. عبثية الكتابة ما وقفتش هنا بس، ده في تفاصيل كتيرة جدا ما تفهمش المؤلف محمد المصري ازاي ما جاتش في خياله وهو بيكتبها. طب ازاي ما فهمش ان الجمهور مش هيقتنع بالتفاصيل دي في العمل نفسه حتى لو انت كنت مبررها بالتبريرات الضعيفة قوي دي؟ نروح للاخراج بقى، واللي من وجهة نظري هو اضعف شيء في المسلسل. كل مشاهد المسلسل تقريبا مشاهد داخلي، بمعنى يا اما هتكون في شقة يا اما هتكون في ورشة يا اما هتكون في فيلا. مفيش مشهد خارجي واحد في شارع من شوارع القاهرة الكبرى، ولو كان فيه فهتلاقيه بيتصور الساعة 4:30 الفجر لما الشارع ده يكون تقريبا فاضي تماما. وهم 3 لوكيشنات خارجي اللي استخدمناهم طول المسلسل تقريبا، وهو لوكيشن البحر شاطئ ومية وبس، يا اما لوكيشن تاني في الصحراء تماما، يا اما حفلة حسن الشافعي اللي كانت عند الهرم تقريبا. هم دول ال3 شوتات الخارجي اللي فيهم كادر واسع قوي للمشهد اللي انت بتتفرج عليه. غير كده جميع مشاهد المسلسل تقريبا، او خلينا اقول 80 او 90% من مشاهدها كلها كلوز وفي اماكن داخلي بس، يا جوه شقه يا اما جوه مكان بيصوروا فيه. يمكن كانت نيتهم انهم يطلعوا شكل المسلسل بالشكل العالمي ليه، ان لا احنا عندنا عشوائيات ولا شوارعنا زحمه، ولكن بطريقه الاخراج يمكن تكون غير مقصوده تحول المسلسل وكانهم بيقولوا لنا احنا مستعريين من شوارعكم اللي جوه القاهره الكبرى. والمخرج هنا هو سيدير مسعود. انا مش فاهم ليه مسعود سايب سيدير هو اللي يخرج المسلسل، ما كان يخرجه هو، يمكن كنا شفنا كادر واسع شويه. احكي لي بقى ايه اللي حصل؟ عايز تعرف الحقيقة؟ خلينا بقى نروح للأداء التمثيلي، وهي الحاجة الوحيدة اللي هتخليك تتفرج على المسلسل ده. آسر ياسين طبعا ممثل عبقري بطبعه، ويمكن كمان الشخصية دي لايقة عليه في الأكشن من شخصيات تانية كتير. والفنان شريف سلامة من وجهة نظري عامل دور كويس قوي ومن أفضل الأدوار اللي في المسلسل. أما الفنان محمود حميدة فهو محمود حميدة طبعا بقاله 15 سنة بيمثل بنفس الطريقة وكلنا بننبهر عادي. اما لو رحنا للفنانه شيرين عادل او الفنان محمد ثروت فهتلاقي ان الاتنين تقريبا بيمثلوا برضه بنفس الطريقه وبنفس الاداء الصوتي المعروفين بيه، يمكن بس الفنان محمد ثروت هو اللي الشكل الخارجي والمكياج عمل له فرق في الشخصيه شويه، ودي حاجه لمصلحته جدا. واهم دور كوميدي في المسلسل هو دور الفنان محمد علاء اللي طالع بدور قاتل مأجور مش عارف يعمل اي حاجه في المسلسل ده، حتى ما عرفش يكسر الباب، ولما جربوا كسروا الباب طار من مكانه. سبحان الله. وانا كأمي يعني كنت المفروض اتصرف ازاي؟
انا كان لازم احميك. باختصار شديد وكتقييم حبة لقاح لمسلسل موعد مع الماضي، فهو المسلسل لا يستحق أكتر من 5/10، لأن القصة أنت شفتها قبل كده، والإخراج بجد حبسك جوه بوكس صغير أنت مش عارف تخرج منه. ده غير أن عبثيات الكتابة فيها تساؤلات كتيرة جدا، وكانت إجابات التساؤلات دي أعبث من الكتابة نفسها. أما ال5/10 دول فهيروحوا كلهم تقريبا الأداء التمثيلي لكل اللي مشاركين، إنهم عايزين دايما يدخلوك جوه أحداث القصة بأدائهم التمثيلي، مش بالقصة نفسها ولا بالأحداث اللي انت بتتفرج عليها. فأنا بالنسبة لي يا وجع اشتراك النتفليكس علشان مسلسل موعد مع الماضي. فانتوا بيقولوا لي لو كنتوا شفتوا المسلسل ايه رأيكم فيه، ويا ترى عملتوا لايك لحد دلوقتي ولا لسه؟ ما انا بيتحرق دمي كل فيديو. مستني رأيكم في التعليقات وتقييمكم الشخصي انتوا للمسلسل ده لو كنتوا اتفرجتوا عليه. اشوفكم الفيديو الجاي. انا هتجنن لو ما فهمتش. تتجنني اكتر لو عرفت.